أهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. تعالوا نشوف النهاردة في الفيديو بتاعنا في القراءة بتاعتنا. حبيبك ندمان على بعده عنك؟ ندمان في البعد ولا أنت مش فارق معاه والموضوع مش فارق معاه؟ معانا القراية النهاردة، معانا قرايتين بالأحجار. حط طاقتك على الحجر ويلا بينا نعرف حبيبك في الفراق والبعد ندمان ولا الموضوع مش فارق معاه وأنت ولا حاجة بالنسبة له. يلا بينا نعرف. معانا القراية الأولى بالحجر الحلو ده، طبعا طاقته جميلة، أبيض في ذهبي. ومعايا المجموعة التانية بني معرق بأسود. طاقتهم حلوة الاتنين، اختار. يلا بينا نعرف حبيبك ندمان في البعد ولا انت مش فارق معاه. تمام، حطيتوا طاقتكم على الأحجار. يلا بينا. ادي القراية الأولى. حبيبك في البعد عنك ندمان وزعلان ولا انت كده مش فارق معاه والدنيا عادية. من أول كارت طلع لي ندمان بالثلث طبعا، يعني ندمان. يلا بينا نعرفوا القراية. ما بينامش طول الليل من كتر ما هو ندمان. تعبان نفسيا، متدمر، بيفكر كتير، أعصابه تعبانة. خايف يجي يتواصل معاك، نفسه يجي يتواصل معاك ونفسه يجي يتكلم معاك، خايف منك. برج الأسد طلع لنا. خايف تاكله. انت تقريبا بتسمعه كلام زي السم، بتهب فيه هو عامل كارثة، فما بينامش بسببها. ما بينامش ونفسه يجي يطمن ونفسه يجي يطبطب عليك، بس خايف منك. بس هيعمل كده على فكرة. ما بينامش، بصوا ما بيدعي ربنا. حاسس ان المشكله اللي هو عملها او الكارثه اللي هو عملها ملهاش حل معاك. حاسس ان انت مش هتغفر له، علشان كده نفسه يجي يطبطب عليك ونفسه يجي يهدي الموضوع. تخيلوا لما بني ادم يمسك اسد يقعد يطبطب عليه. تخيلوا هو بقى يعني مغلوب على امره قد ايه، وندمان قد ايه، وراضى وهيرضى باي حاجه منك قد ايه. نفسه برضو يرجع يديك حقك. برج الميزان، الناس اللي لها اوراق برضو زي ما بقول ربنا هيكرمهم. برج الميزان برضو نفسه يرجع يديك حقك ويتواصل معاك ويراضيك، ونفسه كمان يجي لك بسرعه. ده هو نفسه يجي بسرعه، يجي بجري، يجي طاير من كتر الندم اللي شافه، من كتر الوحده اللي عاشها الفتره اللي فاتت. بصي شخص على طول وحيد، بصي ندمان وزعلان ومقهور وفي عزله وفي وحده وفي ضلمه. مش مبسوط حتى لو قدامه مين بالذي، يعني برضو مش مبسوط. معلق قوي في العلاقه، شخص معلق لسه بيك، يعني مش عايز يتخطاك، مش عارف اصلا يتخطاك. بيفكر فيك على طول، مش عارف ينساك بالرغم ان هو كاتم على مشاعره. بيحاول يقفل على مشاعره، بيحاول يمسك نفسه، بيحاول ما يتواصلش معاك. بس هو ذكرياتك مموتاه وذكرياتك تعباه. علشان كده لا، هيجي وهيتكلم وهيضحي. ان لو انت اسد انا هتحمل، لو انت هتاكلني وتبهدلني انا هتحمل. ف ندم، ده شبع ندم وبيضحي ان هو يقف قدام الاسد. مش فارق معاه ويتواصل معاك تاني. كان بيفكر ان هو يمسك مشاعره ويمسك على مشاعره. بس لا قال لك حتى لو انت اسد وهتاكلني انا برضو هاجي وهتكلم معاك، ومش هضيع الفرصه دي. فهو بيحبك وبيفكر فيك وندمان. ما بينامش الليل، حزين، نفسه يديك حقك. بيحن لك كتير. حنين ذكرياتك معاه طاغي قوي 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 قوي. فهنيئا يعني ليكم كده، بيراقبك وفرحان. علشان كده عايز يجيلك بسرعة. فلو هنقوله ندمان، ندم عمره، فهو بقى رفقا بيه بقى. اصحاب المجموعه الاولى، يلا بينا على اصحاب المجموعه الثانيه. طبعا طلع علينا برج الاسد، معانا برج الميزان، برج العذراء، برج الدلو، برج القوس. مش شرط كل الابراج تطلع معانا. يلا بينا على المجموعه الثانيه، اصحاب المجموعه الثانيه، يلا بينا. حبيبك ندمان في بعده عنك. يلا بينا اصحاب المجموعه الثانيه. ندمان في بعده عنك، في البعد كده ندمان هو بيقول لك انا سببت لك في مشاكل كتير، وانا عملت لك مشاكل كتير، وانا كنت تعب لك اعصابك وتعبك نفسيا. بيراقبك كتير برضو. لو كان سؤالنا في مراقبة، في مراقبة كمان كتير ليك. طب لما انت حلو كده، مش يعني ايه الدنيا مدمر الدنيا ليه؟ ندمان في بعدك. ندمان. كارت الندم واضح وصريح.
ندمان على الحب اللي هو دمره، ندمان على الحاجات الحلوه اللي كانت بينكم، وبوظ الدنيا وهو اللي خرب الدنيا. بيبص عليك من بعيد عمال يراقب فيك، محتار ندمان حزين، برضو ده كارت ندم كمان، كارت مراقبه وكارت ندم برضو. ندمان جدا. بصوا الكاسات بتاعت الحب اللي وقعت، بصوا الوحده، بصوا الزعل، بصوا القهره. شخص ندمان بيبص عليك ليل ونهار، عمال بيفكر فيك وشغوف عليك، شغوف عليك قوي، نفسه يرجع يتواصل معاك تاني. ندم، يعني ده كارت ندم قدامي. ندم على المشاكل اللي كان بيسبب فيها، هو كان صاحب المشاكل، هو اللي كان بيختلق المشاكل، هو اللي كان بيعمل المشاكل. ندم، ندم بطريقه بمعنى الكلمه. بيقول لك انا قاعد وبحبك، انا مش عارف اتخطاك لحد دلوقتي ومش هنساك. بيقول لك يا ريت نرجع تاني زي الاول، ونفوق من الخنقه اللي احنا كنا فيها، ونرجع بقى نشم نفسنا تاني. نفسه في بدايه جديده على فكره معاك. بيقول لك الحب، كاسات الحب كلها مني ليك ومنك ليا. انا قاعد وعارف ان الحب كله فوقي والحب كله حواليا. بيقول لك انا عارف ان الحب ما ينفعش يضيع بيني وبينك. فندمان على حبك، ندمان على حبك. كان سؤالنا ندمان، ندمان، ندمان قوي وبيراقب كمان، ومتحسر على اللي كان بينكم. فبلاش بقى لو الدنيا كده، يعني لو المواضيع سهلة بينكم، حاولوا تلموا المواضيع أكتر من كده. برج الحوت، برج العذراء، برج الميزان، برج الدلو. فهنيئا ليكم برضو، حتة المراقبة دي جميلة، معناها حب. والمهم اللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا، طبعا انتوا بتعرفوا توصلوا لي علشان نهكر طاقته اكتر من كده، ونشوف حياته بالظبط ندمان ليه، هو عمل ايه بخليه ندمان. نشوف برضو كل التفاصيل في حته الندم ديت وقرايه الندم. وطبعا ما تنسونيش بقى بتعليق حلو كده، كومنت حلو منكم. والناس الحلوه حبيبتي اللي بتتواصل معايا من داخل مصر وخارج مصر، شكرا ليكم طبعا، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير.